فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهلا بكم دايما في لقاءاتنا المتجددة ومع درس الفترات للصف الثاني الإعدادي ترم أول. يلا بينا يا شباب نشوف الفترات. انت دايما بتمر على فترات في حياتك تحس نفسك فيها منغلق، مش عايز تكلم حد خالص، وساعات بتحس نفسك منفتح على كل الحياة وعايز تبوس على دماغ النمل اللي ماشي على الأرض، وساعات تبقى ماشي نص نص. ودي بالظبط هي الفترات، فترة مغلقة وفترة مفتوحة وفترة نصف مغلقة نصف مفتوحة. تمام يا مستر، أنا بستفيد أصلا من دراسة الفترات. بقول لك يا حبيبي، انت لما جينا ندرس مع بعض في مجموعة الأعداد الحقيقية كانت الحاء نفسها مش بتعرف تعبر عنها بالصفة المميزة، بس بتعبر عنها بصفة فترة من سالب ما لا نهاية إلى الما لا نهاية. ودي معناها ان الحاء فيها جميع الأعداد من أول السالب ما لا نهاية إلى الما لا نهاية، وفيها الأعداد النسبية والغير نسبية وفيها الكسور وكل حاجة. فعلشان تعبر عن جزء من خط الأعداد من أول الواحد إلى الاثنين، من أول الواحد إلى الاثنان، فأنت مش هتعرف تقول إن فيهم كم رقم، ده فيها عدد لا نهاية. ولو تيجي تجمعهم فبرضه يديك عدد كبير جدا جدا، مش هتعرف تفرق ما بين الأرقام اللي بينهم. لكن لو هتجمعهم على هذه الصفة فهي 1 و2 بتساوي كم؟ لو سألنا عن مجموع الأعداد الصحيحة فهي الصحيحة 1 و2 بس، اللي هم مجموعهم 3. أما الأعداد الحقيقية فهي عدد لا نهائي يصعب إنك تجمعه. أهم حاجة تعرفها في الفترات إن لما تبقى مغلقة فأنت اللي موجود هنا ده يعتبر معاك موجود بداخل الفترة. أما لو مفتوحة في أي جهة من الجهتين فالرقم الموجود في جهة الناحية اللي مفتوحة فده مش معاك بداخل الفترة. تمام؟ أخيرا تعرف إن الفترة بتبدأ دايما بالصغير وبعد كده الكبير. فعلشان كده لو الفترة فيها سالب ما لا نهاية بتلاقي دايما السالب ما لا نهاية مكتوب جهة اليمين، ولو فيها ما لا نهاية تلاقيه مكتوب جهة اليسار، وهما الاثنين دائما مفتوحين. نشوف مع بعض الأمثلة المهمة وشوف تنتمي ولا لا تنتمي. هل الثلاثة موجودة في الفترة دي ولا لا؟ يا مستر حضرتك قلت لي دي مفتوح، يبقى الثلاثة دي مش موجود. تمام، برافو عليك. هل الصفر موجود ما بين السالب 1 والواحد؟ أيوة، يبقى دي تنتمي. يا مستر دي جذر 5 عبارة عن 2 وحتة، يعني بعد الاثنين هنا، يبقى إذن دي موجودة. برافو عليك. سالب جذر 5 ده هو بيقول لي من سالب 1 للما لا نهاية، يعني معناها 0 و1 و2 و3، مفيش سالب 5 يا مستر. برافو، يبقى لا تنتمي. من ضمن الأسئلة المهمة والشيقة جدا ليك إنه يقول لك شوف لي كده مثل الفترة دي، لازما هتشوفها في الامتحان بنسبة 220%. مثل بيانيا مستخدما خط الأعداد ثم أوجد. تعالى يا مستر نشوف مع بعض إزاي بمثله. أنا عايز في الأول هرسم السين من سالب 3 ل 2، يعني من السالب 3 لحد الاثنين، هما الاثنين مغلقين يا مستر. تمام، يعني هظلل الاثنين وهظلل السالب 3 وكمان هوصله. تمام، دي كده اسمها السين يا مستر. لازم اغير اللون في الامتحان عشان ما تلخبطش. برافو عليك، وانت كده شاطر وممتاز. فهتخلي الصاد من 0 لحد 7 وهما الاثنين مفتوحين. تمام يا مستر، ووصلت كمان 0 و7 وقلت ان دي صاد. تعالوا بقى نشوف الطلبات مع بعض. ركز في المطالب اللي عايزها منك. سين اتحاد الصاد معناها خد من أول السين لحد الصاد، من أول الفترة لآخر الفترة، من أول ما بدأت شغل لحد ما انتهيت من الشغل. برافو. فهتلاقيها من سالب 3 لحد 7، كل واحدة فيهم بنفس شكل الفترة بتاعتها. أما لو عايز مني سين تقاطع الصاد، فالتقاطع معناه المشترك. إيه اللي مشترك وتلون مرتين هنا؟ أنا واخد بالي يا مستر من 0 لحد الاثنين متلون مرتين، يبقى من 0 لحد الاثنين. 0 هنا مفتوحة، أما الاثنين برافو مغلقة.
وأخيرا س فرق الصاد، فمعناها خب الصاد. هو أنا لو خبيت الحتة المتلونة بالأزرق إيه اللي هيبقى معايا؟ برافو، من -3 لحد الصفر، من -3 لحد الصفر. -3 دي مغلقة، أما الصفر هنا مفتوح والفرق بيعكس فهيخليها مغلقة. الفرق بيعكس هيخليها مغلقة. ركز في الحتة دي. تعال نشوف الأسئلة اللي بعدها. الأسئلة دي مهمة جدا وبتكررها كتير في امتحانات. بيقول لي الفترة 1 و5 شيل منها 1 و5، فهتبقى 1 و5 بس مفتوح. 2 و7 شيل ال7، يبقى نفسها بالظبط يا مستر، بس اللي 7 كانت مغلقة هخليها مفتوح. برافو. دي بالنسبة فترة مع مجموعة. طب لو فترة مع فترة، بيقول لك الفترة دي فيها من 3 لحد 5، وشيل الفترة من 3 ل5 بس ما فيهاش 3 وما فيهاش 5. بمعنى انت من 3 ل5 ده معاك، وبقول لك شيل كل حاجة ما بينهم، يعني انت كده دول انت سيبهم، فانت هتسيب لي بس 3 و5 في مجموعة. هنا مثلا بقول لي من 1 ل7 وشيل من أول 1 لحد قبل 7، يعني شيل كل ده ما عدا 7 ما تاخدهاش، فهتلاقي نفسك باقي لك بس 7. خلي بالك الفرق لما تبقى شغال فترة مع مجموعة فالناتج هيكون معاك فترة. لو شغال فترة ضرح مجموعة فالناتج هيطلع فترة، أما لو أنت شغال فترة طرح فترة فالناتج هيطلع مجموعة. ركز في الجزئية دي. فترة طرح مجموعة يديني فترة، أما فترة طرح فترة يديني مجموعة أيا كانت الأعداد اللي فيه. الدرس ده مهم يا شباب، هيجيلك دايما في الامتحانات مكرر بنسبة كبيرة. دايما بتبدأ بالصغير وبعدين بالكبير. كده نكون بفضل الله تعالى أنهينا درس الرابع من المنهج بتاعنا، درس الفترات. أتمنى لو كنت فدتكم بجزء بسيط. أشوفكم دايما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.